السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ بصوا منتجات اهي على الطبيعه، ماشي. عشان في ناس بتبقى مقلقه من الحاجه اللي هتجيلها، هي زي الصوره ولا مش زي الصوره. طبعا بيبقى في حاجات مضروبه بس في حاجات اصلي. تعالوا بقى للزيت الجبار ده الزيت الاصلي ال108 عشبه، تمام. بصوا العلامه المائيه بتاعته اهي 500 مللي. الزيت ده حلو جدا 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 في اطاله الشعر، رهيب يا جماعه، بيطول الشعر. وعلى فكره متاح ان انا اجيب ازازه واقسمها، لو انت عايزه تقسمي الازازه ما بينك وبين حد، ده متاح، انا بعملها ان شاء الله، تمام. السبراي ده حلو قوي للمناطق الحساسه، تحفه. عندنا المنتجات بتاعت فيتشي، بصوا السبراي ده برده حلو قوي للمناطق الحساسه. عندنا السيرومات، السيرم بتاع مافالا ده حلو جدا للرموش، حلو قوي قوي وبيطولها جدا، بس الاصلي منه. وفي كمان عنده السكر بتاع الدايت، بصوا، والفريش بتاع المناطق الحساسه، الغسول بتاع المناطق الحساسه. عايزه اقول لكم الغسول بتاع بيزلاين ده خطير للبشره، تحفه. ده بيفتح وبيشد 4 في 1، وعن تجربه خطير بجد، حلوه قوي 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 للبشره. انت بتحسي ان بشرتك اتغيرت من مجرد غسول، بقت بيضه وبقت مشدوده وبقت متفتحه، بقت نضره من مجرد غسول، بجد والله هو بيعمل ده كله، تمام. معانا الصبغه الريتشي دي حلوه قوي، في متاحه نزلوا منها الالوان بتاعتها دلوقتي، موجود البني والاسود هو الاورغندي، وكمان الحنه الهندي دي، وكمان في نضاره